صبحكم الله بالخير. فلوج جديد. سامحونا على التقصير الفترة اللي طافت، لكن كنت شغال على شغل قوي جدا من معقل بدايتي من الكويت. ان شاء الله راح نعلن عنه عن قريب. لكن تذكروا هذا الاسم، ما راح اقول هو شنو. تذكروا في شيب اللي راح يكون اكبر كوميونيتي مدربين مع متدربين رياضي في الوطن العربي ان لم يكن في العالم باذن الله. حاليا اليوم عندي ابديت، باجي على البطوله 9 اسابيع، يعني اقل من 9 اسابيع بيومين مثلا. عندي ابديت ان شاء الله راح اوريكم اياه. رايحين حاليا نلعب كارديو، عندي لاعب VIP اخلصه، بعدها نتوجه ان شاء الله على اولمبيا، جيم اولمبيا بالشارقه. نفس ما قلت لكم راح نروح جيم اولمبيا في الشارقه ونتمرن تمرينة باك مع بايسبس مع المحترف احمد عبد الجليل ان شاء الله. وصلنا ذا لوكر جيم، احد النوادي الجديده بدبي، بس سمعته وايد طيبه وراقي جدا، وفي لاعبين من الطراز الرفيع جدا نفس اندريو ديو. هاي، هاو ار يو؟ جود افترنون، هاو ار يو؟ ثانك يو. ناو ان في ذا لوكر. شوفوا الكارديو تايم، كارديو، مساحة الكارديو مفتوحة على الأجهزة أو صالة الحديد. هذه الصالة كاملة. يا الله يا كريم. والدور اللي فوق هذا اللاعب موجود نبلش معه، والدور اللي فوق دور الكروسفيت والMMA والريكفري والمطعم. راح نطلع بعد شوي ونشوف ان شاء الله. وهذا يا الربع السكند فلور، في مطعم هني، مطعم دايت وايد حلو. وهني الكارديو او الكروسفيت والفانكشنال اريا. في هني MMA كيج وMMA او بانشينج باجز. يسوون هني ميزه، يعني اكثر وقت الجيم هذا يكون زحمه هي الساعه 7 الصبح و6 الصبح، من 5 ل 8 الصبح هو اكثر وقت زحمه. ليش؟ يسوون كلاسات هني يوميه، عاد كلهم اجانب يقعدون بكر مو نفسنا، فيجون يسوون الكلاسات اليوميه. وهذه تكمله الاريا كامله. الاريا الداخليه هذه مخصصه لبعض المدربين، تقدر تاجرها انه تدرب فيها في الداخل، وهم يسوون فيها كلاسات خاصه. يعني هني غرفه الريكفري، راح ندش الحين نصور لكم اياها. وهني عاد الغرفه المفضله لي انا شخصيا بالجيم كله في الداخل. هني هذه شقتي يا الربع. مأجر بك يقولوا ايش اللي يقولوا دائما؟ انت مأجر بكم؟ مأجر تتاتي تعويط ولا ايه؟ هذه حجتي هني. شوف، تلعب بلاي ستيشن او تلعب بلاي ستيشن بعد، وتقدر تأجرها حق ربعك حتى لو هم مو مشتركين بالنادي. تقدر تأجرها بسعر طيب، يعني تأجرها مثلا 6 ساعات، تأجرها 4 ساعات واتفر. مسوينها الاوفر هم يعني. واليوم كان يوم مباراة خمزة UFC 319. عرضوها هني الساعة 4 الفجر، كانوا عارضينها، والحين قاعد يسوون الإعادة يعني. وبس والله كارديو تايم.
شوف التمرين اللي وراه. طبعا قد تتساءل شنو هذه التمارين؟ هذا نوع من انواع الكارديو ادخلها في اخر فترات تجهيز، لان استخدمها اصلا مع لاعبيني اللي يشتركون معي في باقه الواي اف اس. هذه هي باقه الواي اف اس، تمارين تكون لياقه توصلك وتشوفها، تمارين لياقه وتمارين حديد الاثنين مع بعض، تهتم بنحت الجسم والتنشيف وخساره الدهون، في نفس الوقت تحافظ لك على الشيب العضلي والشكل مع عضلاتك. تكون ميكس ما بين الكارديو ما بين الاعتماد على وزن الجسم اللي هي اللياقه العضليه، وايضا الاعتماد على الاوزان. عندنا هذا سريع. خالصين كارديو. بناخذ اول وجبه الحين، وهم بشوف الانبادي مع اللاعبي اللي توني كنت واقف معاه، نشوف الفرق قبل وبعد خلال اول فتره. اول وجبه وبعدها نتوجه ان شاء الله على الشارجه. طبعا اللي متابعني بالسناب راح يعرف احنا متى قاعد نصور بالضبط، لاني صورت الوجبه شلون قاعد اسويها بالسناب. شوفان تقريبا نقول مثلا 100 جرام او اقل شوي، لاني عوضت شوي بالكورن فليكس. بروتين 50 جرام،
يعني سكوبين بروتين. فات ما يعادل ملعقة بينات بتر 20 جرام إلى 25 جرام فات. وهذه تكون أول وجبة، لكن راح أدمج معاها لأني أنا جوعان حيل، صار لي 6 ساعات أكثر من 6 ساعات صايم من أول ما قعدت، فراح أدمج وجبة زيادة بعدها بشوي. عموما شيكنا على الانبادي مال اللاعب اليوم. بالنسبة للوزن الأوفر أول كان وزنه 85، الحين وزنه 81.7. كان العضل عنده نفس يعني ظل محافظ على العضله خلال هذه الفتره. العضل عنده هنا 37، كان 37.3 صار 37.2، فبالتالي هو محافظ على العضل. بالنسبه للدهون نازله 2.5 كيلو، ونازله نسبيا كنسبه 2%. ليش 2% مو 2.5 نفس الوزن؟ لان الماء شوي زايد. ليش الماء زايد؟ لان بطبيعه الحال مسوي الفحص على معده خاليه، وهو اخر شيء مسويه قبل لا ينام شارب كميه ماء كبيره. فالادرار مو شرط انه يكون قوي عنده. فنسبه الدهون شوي تعتبر 2.5% نازله تعتبر، لكن نمشي على اوراق احسن. وانا عموما ترى معلومه مهمه جدا، الانبادي انا ما اعتمد عليه كارقام اصلا. انا اقارن ما بين لازم يكون نفس الجهاز، يعني اللاعب عندي اقول له روح على هذا الجهاز وسوي كل مره على نفس الجهاز. ليش نفس الجهاز؟ لان الارقام ما اعتمدها كارقام، احنا نعتمد النسبه. بمعنى انه وزنك كان 85، بالصدق ممكن وزنك 86 مو 85، بس الانبادي مطلعك 85. لو سويت الفحص الاسبوع اللي وراه على نفس الجهاز وكان وزنك 83، معناتها ان انت نازل 2 كيلو، حتى ولو كان الصدق ان انت 84. فاهمين؟ فبالتالي هو نسبيا احنا نسوي مقارنات ما بين اول يوم ثاني اسبوع واخر اسبوع وهكذا. كنا خالصين من ذا لوكر ومن الكلاينتس ومن الكارديو، طقينا وجبتين، وحاليا متجهين الى الشارقة مع الوحش احمد عبد الجليل المحترف عند يلا بينا. مساء الخير. مساء النور. بسم الله. متجهين الى الشارقة حيث سنتمرن تمرين ارجل تمرين باك ظهر مع بايسبس، وراح يشيك عشان بطولتك كم باقي لها؟ فاضل لها 3 أسابيع. 3 ويكس اوت الى الشارقة. خذينا سمكتين تلابيا فريش، وخذينا لحم. اللحم حاليا اللي قاعد استخدمه يكون فيه نسبة دهون من 20 إلى 25% دهون، والباقي بروتين. Yeah, I will tell them there. Like, I take the cooking charts. okay. So I need it medium well. Medium. Yes. Thank you حبيبي. وناخذ الكارب الحين هني من الأماكن الحلوة حق الشباب اللي بالإمارات. Thank you. الشباب اللي بالإمارات اللي جايين جدد. جرانديوز وايد زين. أي مكان راح تدخل، أي سوبر ماركت كبير راح تحصل فيه هذا أوبشن وايد حلو. أكل دايت وأكل مو دايت، وتقدر تسوي الأكل بالمكان نفسه. راح ناخذ عيش، وراح ناخذ سمك ولحم، وباقي الوجبات راح يكون دجاج. انا ماكل وجبتين يعتبر، فباقي لي 3. راح اخذ 1 لحم و2 سمك، وراح اجيب دجاج احتياطي حق اذا جعت وجبه اخيره. وعندنا المحترف احمد عبد الجليل قاعد يختار وجباته. زي يوسف بالضبط عشان اكله حلو قوي. يمكن اقول استماع. انا الفكره عكس تماما، يعني انا 50 عيش. اعرف الموضوع. نعم. اجتماع بخصوص في شيب. ولا كنت تو طالع؟ نفس الشيء فعلا بالنهايه فعلا راح. وصلنا الشارقة أولمبيا جيم. العالم الاخر بعيدا عن دبي شويه، حس الموضوع مختلف هنا. لا بس جيم جميل صراحة. حبيبي
في الناس العكس. ماشي يلا. نبلش تمرين باك وبايسبس. الفترة هذه احنا مركزين اكثر شيء على الباك، كل 3 ايام قاعد العب باك وهو كمان، لانه التمرين اللي بقى سيبها ليا. التمرين اللي فاتت كانت مع يوسف، كانت قويه صراحه الحمد لله. بس المره دي في كام جهاز هنجربهم تم. منهم الجهاز ده. انا اليوم تمرينة مع المحترف احمد عبد الجليل. يلا بينا. تمرينة المحترف احمد عبد الجليل. يا احمد لو التمرينة مش تمرينة صحيحة وخلتني اطلع ميت، ظهرك ابقى دبل فيها. بس خلاص ظهري حيبقى دبل. هلا ليتس جو. جهاز قوي. تقريبا اول مره، يعني احنا متعودين نلعب الجهاز، نلعب الكيبل احنا نركبها، احنا نسويها، هو الجهاز معمول مخصوص لهذه الحركه. ممتاز. لا الجهاز قوي جدا لان الزاويه بتاعته بتتحكم فيها. حلو. عاش. وحش ما شاء الله. ايه تكفى. اوكي. كم؟ 15. ايزي. 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14. الدور الجاي مش هنلف ايدينا بقى. استهداف قوي للباك اليوم. هذا التمرين استهداف من فوق ومن تحت. هاش. ايزي. هاش. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ايزي. اوكي. بيرفكت بيرفكت ما شاء الله عليك. عاش.
ايزي لسه بدري. جنب. اي عايش قوي، يلا هات اخرك فيها، اخرك. ها اي عايش. 5 اي 6 اي 7. اي ها 2 مور 1 مور 1 مور. اي. اوف. حلو بقى. اوف. طبعا تقدر تمسك كذا 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 على كيفك، اي مسكه تريحك، بس انا قاعد اسوي ستريتش حق الباي تمهيدا لتمرين الباي. وحش. عاش ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. روح. حلو الجهاز اه وايزي يعني، فاهم؟ بيسهل العمليه عليك. بيستهدف فقط العضله، صح؟ بيستهدفها من غير ما تحمل على على باقي العضلات، على صح، اللور مظبوط. باك وكده. طبعا هو يقصد بدون ما تحمل بشكل خاطئ. خاطئ يعني على زي اللور باك. يعني الديد محمل على اللور ليفت باك بس بطريقه صحيحه، او البار أيوة. الحر مثلا، لان انا عندي مشكله في البار الحر، بيتعب لي اللور باك. فاهم؟ مال هنا لا، بيركز على اللور باك بطريقه اللي هو ما يتعبكش فيها. ماشي. كف. حلو حلو قوي. الشباب راح اوريكم حركه بعض الشباب دائما والبنات بالذات، لان التمرين هذا معظم البنات يتمرنونه، اللي هو تمرين الستيف ليج ديد ليفت، اللي هو حق الرجل الخلفيه، بتكون رجلك ستريت وتنزل على اساس تشغل الرجل الخلفيه. هذا التمرين هم راح يفيدك من هالناحيه جدا جدا جدا، راح يسهل عليك الاداء الصحيح، لان انت لما تلعب بالبار او بالدمبل مرات يصير تاثير خاطئ او تعرض لاصابه. تنزل رجلك لتحت وتفردها فرد كامل، تصير ستريت وتطلع. شوف رجلي مفروده تماما. هذا راح يكون ستريتش قوي جدا للرجل الخلفيه، تركيز على الجلوتس بالتوازن مع اللور باك. يلا يا حازم خلف الكاميرا، ترى يتمرن خلف الكاميرا، يتمرن. هذا اللي ما تعرفونه، ان كلنا نتمرن. يلا حزوم دورك. خلصنا تمرين وشارب يمكن لتر ونص، وعندنا جيك على السريع. اذا قلت زمان والله عن فوزي. واحدة واحدة نرجع. إن شاء الله بإذن الله بطولة الفجيرة قبل 3 أسابيع، بطولتنا أريكم إن شاء الله 5 أسابيع، يعني ما 9 أسابيع تقريبا على البطولة. بإذن الله راح تقدموا مستوى طيب، راح تشوفون شيء حلو، وراح أكون جديد جاهز من خلال 3 أشهر فقط. من مستوى مع النصر وتشوفون النصر، من مستوى شهر البطولة على 3 أشهر. الآن 40 يوم، 40 يوم من أول ما بلشت. إن شاء الله نشوفكم في الفلوق الجاي.